فيلمنا النهاردة عن عميل في المخابرات الأمريكية. كان عنده مهمة في أوكرانيا عشان يحبط عملية تهريب بلوتونيوم وألماس. بس الغرابة بقى إن هو سأل سؤال للشخص اللي كان هيهرب البلوتونيوم ده. قال له أنت هتستفيد بيه إيه؟ المفروض يكون عندك حد يكون هيصنعهولك لأن ده أول مراحل تصنيع السلاح. فقال له لأ أنت شكلك من المخابرات. قال له أنت كشفتني أنا فعلا من المخابرات وما بصلحش في أي حاجة غير إني أضرب بس اللي قدامي. فكلهم ضحكوا عليه وبدأ إن هو يهاجمهم. هو شخص لوحده وعلى الرغم من كده قدر إن هو يتغلب عليهم. فضل يستخدم مهاراته عشان يقضي عليهم ونجح. وكمان بدأ يهرب منهم ونجح كمان إن هو يخرج بعربيته من المكان اللي هم كانوا فيه. وفي أثناء ده كان المخابرات الأمريكية كانت بتتابعه عن طريق القمر الصناعي وشايفة كل تحركاته وشايفة هو عمل إيه ووصل لإيه. بعد ما انتهت المهمة ورجع تاني للمقر، طبعا كان في اجتماع كبير. بدأوا إن هم يسقفوا له مبسوطين بيه واستقبلوه استقبال كويس. كمان كان في بعض العملاء مبهورين بأدائه اللي كان في المهمة. منهم بوبي كانت مبهورة بيه جدا وقعدت تشيد بيه قوي 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 على أدائه. اجتمع طبعا بالرئيس بتاعه، برئيس اللي اداله المهمة، بس كان ليه موقف تاني خالص. قال له انا بعتك هناك في المهمة دي مش عشان ان انت توقف عملية البيع او الشراء بس، لا انا بعتك هناك عشان نعرف كل العناصر. بس بعد ما عملت كده وكشفت نفسك في بعض العناصر عرفت تهرب. انا مضطر كده ان انا اديك فترة راحة لانك انت ما قمتش بالمهمة الواجبة. وبدأ يرجع للشقة بتاعته عشان يرتاح بعد كل المعاناة اللي هو عاناها. طبعا دي السمكة بتاعته وصديقته اللي هو بيحبها. على النقيض التاني كان في بنوتة صغيرة اسمها صوفي بتستعد انها تروح لأول يوم مدرسة بعد ما لسه أول مرة تنقل للمكان من 3 شهور. هي كانت قبل كده في شيكاغو ورجعت بقى لفرنسا تحاول تتدرب قدام المراية على هتقول ايه. وطلعت لمامتها عشان تفطروا مع بعض وتحكي لها الدنيا هتمشي معاها ازاي النهاردة. ودلوقتي نرجع لمركز الأمن. المهمة المرة دي إن في شخصين اسمهم ديفيد واسمهم فيكتور ماركس. فيكتور ماركس وديفيد كانوا اخوات جامد ويحبوا بعض، بس حصل ما بينهم خلاف لأن ديفيد حصل على بعض المعلومات ولكنه أخفاها عن أخوه. فغضب فيكتور جدا وقتله وما زال إن هو هارب. ومهمة جي جي إن هو يراقب بنت اسمها صوفي واللي هي بنت ديفيد اللي هو اتقتل من أخوه. صوفي دلوقتي قاعدة قدام البيت بتاعها بتلون وبتحاول تاخد على الحياة. وكان طبعا جي جي وصديقته بوبي كانوا رايحين ان هما يستأجروا شقة ويحاولوا ان هما يتابعوا البنوتة دي. وطبعا بوبي مبهورة بيه جدا لان هو يعتبر القوة الجسدية وهي بقى العقل المفكر. فتقول له ايه ده، المفروض ان احنا هنراقب بس مش محتاجين كل الاسلحة. قال لها ما دي بلان بي. قال لها المفروض نعرف المعلومات. قالت له دي كيتي زوجة ديفيد وبتشتغل ممرضة ولسه منتقلة من شيكاغو من حوالي 3 شهور وعندها بنوتة اسمها صوفي. احنا مهمتنا ندخل بقى ايه في الشقة بتاعتهم، نزرع كاميرات ونحاول نراقبهم عشان نعرف كل تحركاتهم ونعرف نوصل لهم. طبعا لما دخلوا الشقة بتاعتهم بعد ما كيتي راحت المستشفى كان في كلب اداله حتة نقانق عشان يسكت. وبدأوا ان هم يركبوا الكاميرات وهي بوبي بدأت تتابع ان تركيبة الكاميرات تم بشكل سليم. بس للأسف كيتي نسيت البورتفيه بتاعها وطلعت ان هي تدور عليه وكان لسه جي ما خرجش. بدأت ان هي تتابع بوبي وتقول له يمشي ازاي او يخرج ازاي وخرج بالفعل. وهي استغربت ازاي الكلب بتاعها كان بقى قدام الشقة. وطبعا بوبي برضو مش عايزة تسكت، نفسها ان هي تتعلم ازاي طرق القتال. وفي مرة وهي بتلعب بالسكاكين دي خرجت سكينة من ايديها في رجل جي جي. وبالليل طبعا رجعت كيتي من شغلها وقعدت مع بنتها تقول لها اليوم كان عامل ايه. قالت لها اليوم كان لطيف كويس، انا ممكن ادخل استريح شوية يا ماما. ومامتها كان عندها شغل بالليل فقالت لهم لاصدقائها جيرانها لو سمحتم خدوا بالكم منها. قالوا لها للاسف احنا مش فاضيين خالص، احنا ممكن نراقبها كده من بعيد. وهم قاعدين بيتابعوها على الكاميرات للاسف الكلب لقى كورة من اللي فيها كاميرات. فبوبي قالت له مستحيل ان هي تفهم حاجة، بس هي بنوتة ذكية خرجت بقى
الشفرة ديت وبدأت تدخلها على الكمبيوتر وتعرف هي ايه. وعرفت ان هي لازم يبقى مجال الواي فاي قريب قوي، لغاية ما وصلت للشقة اللي فيها الواي فاي ودخلت واكتشفت ان هم عملاء سريين وبيراقبوهم. فبدأت ان هي تفكر هتعمل ايه. بدأت تصورهم عشان يبقى معاها دليل، وعشان كمان ان هي تقدر تعرف هم ايه اخرهم وليه جايين يراقبوهم. فقالت له خلاص انا عندي فكرة، انت هتيجي معايا التزلج وانا مش هقول لماما ومش هوريها الفيديو ده. واضطر ان هو يوافق. هو ما بيعرفش يتزلج خالص، اول مرة في حياته. بدأ ان هو يتزلج معه وكان منظره مضحك جدا، وبدأ ان هو يقع والاطفال يضحكوا عليه. بس هي قالت له انا هروح اشوف صحابي. راحت تتكلم معاهم بس للاسف مش عايزين يعملوا لها يبقوا معاها اصدقاء. والولدين دول كانوا سيئين جدا بيضايقوها على طول، فهو ضايقهم فاطردوا من المكان. فقالت له انا متضايقه. قال لها خلاص نجيب ايس كريم، وجاب لها ايس كريم. ومامتها في الوقت ده رجعت من الشغل وفكرته ان هو بيضايقها، وكانت هتتصل بالشرطه. بس بنتها قالت لها لا للاسف ده هو اللي ساعدني. بدأوا جيرانها يتصاحبوا عليه، وبدأت صوفي تتعلق بجي جي اكتر وعايزاه يقرب من مامتها لانه حساه شخص كويس. بوظت هي حاجة في المطبخ وطلبت منه يجي يصلحها لمامتها، وبعدين عزمته على العشاء. اضطر ان هو يوافق ودخل يكلم بوبي من التويلت. بدأ يقول لها ان انا يعني غصب عني، وهي البنت هي اللي قالت لازم ان انا اتعشى والا هتقول لمامتها على الفيديو. بدأ يتعشى معاه، وكمان قالت له لازم توصلني للمدرسة تاني يوم عشان انا عندي يوم الاصدقاء المميزين وانا ما عنديش حد يروح معايا. راح معاها عشان ما تبقاش لوحدها، وهي كانت مبسوطة قوي. كل واحد في اليوم ده بيقول عن مميزاته، بيشتغل ايه، بيفيد المجتمع ازاي. بدأ كل طفل يقدم باباه او يقدم صديقه او يقدم حد بيحبه، والحد ده يشرح هو بيعمل ايه في الحياة. كل واحد فيهم بقى يشرح هو بينقذ الناس او هو طبيب او هو مدرس، لغاية ما جه دور صوفي. قلت لها بس انا ما رفعتش ايدي يا مس. قلت لها بس عادي. فقدمت جي جي، طلع يتكلم عن نفسه، قال لهم انا بلم الزبالة. فقعدوا يتنمروا عليه. فبعدين قال ايه، انا قصدي ان انا برم الزبالة البشرية، الناس القذرين، الناس اللي ما بيحبوش حد او بيتعاملوا بفظاظة. انا عميل في المخابرات الامريكية. وقعد يتكلم عن نفسه ان هو بيلم الناس الوحشين. بدأوا بقى يعجبوا بيه والاطفال انبهروا، وبدأ بقى ان هو يلعب معاهم. في الاخر المدرسة بتاعتها بدأت تتقرب منه واديت له الرقم بتاعها. بس ده ما عجبش صوفي لانها عايزة مامتها هي اللي تبقى مع جي جي. مامتها جت تاخدها وتشكره، وهي حست ان مامتها وهو بدأوا يتقربوا من بعض. في الأثناء دي كان فيكتور بيحاول يجمع صور ويحاول يجمع حاجات كتير قوي عن العملاء السريين اللي في لندن اللي هم بيتابعوه. وبرضه صوفي على النقيض كانت قاعدة مع جي جي، خرجوا مع بعض ويحاولوا يقربوا من بعض. كانت بوبي مش عاجبها اللي هو بيعمله، وفيكتور برضه مش ساكت. بدأ يدور على أصدقاء ديفيد لغاية ما وصل لواحد من أصدقائه، ولكن ملقاش برضه عنده معلومة بجي جي. وقالت له إن هي محتاجاه في أمر طارئ هو ومامتها. كل ده عشان هي رسمت رسمة مش عارفة هي شكلها حلو ولا مش حلو. لا ده رسمة جميلة جدا جدا، حتى شوفي الرسمة اللي جنبها شكلها مش حلو. المهم خلصت الحفلة وطلعوا مع بعض جي جي وكيتي، وبعدين رجع تاني الشقة بتاعته. بوبي ما كانش عاجبها كده، قالت له احنا المفروض جايين نراقبهم، مش المفروض ان احنا نبقى اصدقائهم. في وقت تاني كانت مامتها في الشغل، وكانت صوفيا على طول على التليفون مع جي جي. خدت عليه خلاص، بدأت تحبه. بعدين جال مامتها ان هي لازم هتطول في الشغل، فاحتاجت ان حد يقعد معاها. فطلبت من جي جي ان هو مش لازم يقعد معاها، بس حتى يتابعها في الواجبات بتاعتها لان عندها واجب يشوفها بس هي حلته ولا لا. بعد ما رجعت بالليل اكتشفت صوت وخافت، فلقت ان هم عاملين عشاء ليها وليهم ومستنيينها. وكان عشاء لطيف جدا، وبالصدفة شاف صورة ليه هي اللي رسمها صوفي. كان طبعا فيكتور واقف مع ازار وبيقول له انت لغاية دلوقتي ما جبتليش المعلومات. قال له في اقرب فرصة وانا خلاص قربت اوصل، ما تقلقش خالص. قال له ما اشوف. بدأ يهاجموهم وهم في لندن لان هم لسه ما راحش فرنسا.
بدأوا يهاجموهم العملاء السريين ومفكرين ان هم معاهم خلاص المعلومات وان هم يقبضوا عليهم، بس للأسف هينجحوا ان هم يهربوا منهم. وبعدين الرئيس بتاعهم هيجتمع مع جي جي ومع بوبي وهيقول لهم انتوا مهمتكم انتهت، كان مهمتكم المراقبة وخلاص، مش عايزينكم تراقبوهم تاني. مفيش اي دليل على ان عندهم اي معلومة عن المخططات الروسية. ففي الوقت ده مامة صوفي عرفت ان هم عملاء سريين واتضايقت جدا وفكرت كل اللي بينهم مجرد كلام او مجرد جزء من الخطة. بس بنتها قالت لها لا يا ماما، انا عارفة كل حاجة وهو ما كذبش خالص. قالت لها اسكتي انتي مش عارفة حاجة. قالت لها لا، جي جي صديق مخلص، جي جي اقرب انسان ليا في الدنيا. وبعدين سابتها ومشيت. قالت له انا مش عايزة اعرفك تاني. بدأ يعيط ويتضايق لان هو فعلا بيحب كيت. راحت له صوفي وقالت له، كانت جايبه له الرسمة بتاعتها، قالت له ان هي بتحبه قوي ومش عايزاه يبعد عنها، بس للأسف هو مهمته خلاص كده المفروض انتهت. وهي بتعيط عشانه وكان نفسها ان هو يستمر معاها. في الأثناء دي وهي بتفك الأجهزة لقيت ان في حد ضرب جي جي في البيت بتاع كيت. ده مين؟ ده فيكتور، عم صوفي، وكان جايب رجالته وجاي عشان يدور على معلومات بتاعة المخططات الروسية النووية، وكان متأكد ان هو هيلاقيهم هنا لانه دور في كل الاماكن. وطبعا كانت الفرصة لبوبي هتستخدم بقى الأسلحة وتبقى بقى عميلة قوية. خدت بقى مسدس كبير وطلعت. في الأثناء دي فيكتور كان متأكد ان هيلاقي المعلومات هنا، ولقى فعلا الفلاشة كانت مع أعز صديق لديفيد وهو الكلب. فبعدين لما هو لقاها فرح جدا. وبعدين هي بقى طبعا على النقيض كانت بوبي بتحاول ان هي تركب السلاح عشان تنقذه. طبعا هي مش عارفة حاجة خالص. هو كل ده بيتأكد ان المعلومات كلها موجودة، اتأكد وحطها في العلبة بتاعته وكان خلاص هيخرج. جم بقى أصدقاء كيت اللي هم جيرانها فضربوهم وقالوا لهم احنا محتاجين ده، احنا كمان عملاء واحنا كمان عايزين نفس الحاجة اللي انت عايزها. قالت لهم ازاي؟ هو انتوا جيراننا، انا ما كنتش اعرف ان انتوا كده. قال لها لا، احنا كده وبندور عليه وجايين هنا ودي مهمتنا ان احنا نلاقيه وناخده. على النقيض كانت هي بتحاول ان هي تنقذهم فالسلاح وقع منها وبدأ يضرب نار عشواء. عم البنت صوفي اخدها وجري وحاول ان هو يهرب بالمعلومات وبيها كحماية، ووراه كان جي جي ما سابوش. وهي هنا بقى بوبي قعدت تقول انا قوية جدا واقدر ان انا اطلق عليكم السلاح، وللأسف ما عرفتش. قالت لهم فعلا انا مش بعرف استخدم السلاح قوي، بس بعرف استخدم القنابل. ودلوقتي رمت عليهم قنبلتين عشان تعرف تقضي عليهم. وجي جي في الوقت ده كان بيجري ورا العربية عشان يلحق صوفي اللي عمها خدها عشان تبقى حماية ليه على ما يهرب بالمعلومات اللي على الفلاشة. وهي مش مصدقة، بتقول له انا مش مصدقة ان انت عمي. وكانت بقى عن طريق القمر الصناعي بوبي بتحاول ان هي تتابعه عشان توصل هو فين بالظبط. وركبوا عربية كيت وفضلوا يجروا وراه لغاية اما وصلوا لهم. هو كان محضر طبعا طيارة عشان يسافر بيها. ركب بنت اخوه وبدأ ان هو وقعت منه طبعا الفلاشة بس في قلب الطيارة يعني مش بعيد. ركب بنت اخوه معاه وهم برضو كل ده وراه، وبدأ ان هو يستعد عشان يهرب بالطيارة. وطبعا كيت جت بالعربية، بس طبعا العربية ما دخلتش. هو نط من فوق السور وركب عربية الوقود عشان يلحق قبل ما الطيارة تقلع. وفعلا نجح في انه يتحرك بالعربية بتاعة الوقود وبدأ يجري بسرعة جدا عشان يلحق الطيارة. ووقف في المكان اللي هي خلاص هتقلع منه، وبعدين استخدم سكينة صغيرة معاه ونزل عشان يبوظ الإطارات بتاع العجل الإقلاع وما تعرفش تقلع. وفعلا نجح في إنه يبوظ الإطارات بتاعة الطيارة. ونزل عم صوفي وبدأ إن هو يهاجمه ويضربه عشان يبعد عنه عشان يقدر إن هو يقلع بالطيارة. وفي الأثناء ده كانت هي بتحاول تنقذ نفسها بس خلت للأسف الطيارة تتحرك. كل ده
هو خايف عليها. وبعدين وصلت الطيارة للحافة، وهي في قلب الطيارة كانت خلاص هتنفجر. وبعدين هو قال لها ما تقلقيش يا صوفيا أنا جنبك. طلع ليها وحاول يفكها، وفعلا نجح في إنه يفكها. بس كل ده والسيارة بتاعة الوقود طبعا بتنزل وقود وممكن يحصل انفجار في أي وقت. فبعدين فكها وقال لها يا صوفيا هتطلعي من اتجاه وأنا من اتجاه عشان يحصل توازن. وفعلا قالت له خلاص تمام أنا مش خايفة. طلعت، بس كانت بنت ذكية، كانت خدت البوكس اللي فيه الفلاشة. بس لما خدته عمها قال لها احدفي لي البوكس انا والا هطلق عليكم النار. وبعدين راحت حتفاله البوكس، بس كانت اذكى منه، كانت واخده الفلاشه معاها. وفي اللحظه دي كيت ضربته على دماغه، وهو اتعلق في السياج اللي مشبوك في الطياره. وبعدين جي زق الطياره وخدته ووقعت. وقال لها ايه ده، انت كنت بنت رائعه. قالت له ده اكيد عشان اتعلمت منك، اتفضل الفلاشه. كانوا مبسوطين جدا. وبعدين مامتها لاحظت ان خط النار هيبدأ دلوقتي يوصل لسيارة الوقود، وانفجرت فعلا. ورجع لمركز الأمن، كلهم كانوا مبسوطين منه وقالوا له خلاص انت كده رجعت لمكانتك السابقة وتقدر تختار الفريق العمل اللي انت عايزه. قال له خلاص انا اخترت بوبي تكون شريكتي. وخلاص بدأوا يبقوا أصدقاء، صوفي وجيجي ومامتها كيت. وتعلم ازاي ان هو يتزحلق على الجليد، ومش كده وبس، ده بيرقص عليه بكل سهولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. كان معكم ريم محمد، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.